ازيكم؟ من ساعة ما جيت انجلترا وانا في حاجات كتير حبيتها وحاجات تانية ما حبيتهاش قوي الصراحة عن العيشة في انجلترا. لكن النهاردة هنتكلم عن شوية ايجابيات والحاجة اللي انا عايز اكلمكم عنها النهاردة الصراحة هي حاجة من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها في انجلترا. وزاوت اني فيرزر سسبنس انا حابب النهاردة اكلمكم عن اسعار العربيات في انجلترا. يلا بينا. ليه بقى حبيت انا الموضوع ده؟ لان شراء العربيه هنا تجربه سلسه، يعني سواء جديد ولا مستعمل. يعني الناس بتشتري هنا العربيات زي صباح الخير عادي جدا. يعني في ممكن تشتري جدا بانظمه تقسيط كتير، وممكن شركات كتير بتعمل تقسيط كمان بزيرو فوائد. يعني انت بتشتري العربيه بنفس سعرها الكاش عادي جدا وتقسط براحتك، وده بيسهل اكتر الصراحه على المشتري. اما لو هتشتري مستعمل بقى فحدث ولا حرج. سوق المستعمل هنا مفيش اكتر منه، يعني العرض كتير والمطلوب قليل، فبالتالي اسعار العربيات المستعمله رخيصه. وكمان تقدر بسهوله جدا تكشف على العربيات المستعمله وتعرف تاريخها بالكامل من غير ما تحتاج انك تروح تشوفها اساسا، وهقول لكم ازاي. لكن التجربة كلها الحقيقة بتكون تجربة سلسة، يعني شاكي براكي كده، بتحس ان الموضوع مش صعب، واكيد مش متكامل، يعني اكيد في مشاكل ممكن تحصل. لكن على ذكر الموضوع اسعار العربيات في انجلترا، تعالوا نتكلم في سبجكت حساس شوية، وهو فرق الاسعار بتاع العربيات ما بين مصر وانجلترا. خلينا متفقين ان العربيات في مصر غاليه، وانا هنا مش بتكلم على العربيات الرياضيه او العربيات اللكجري، لا انا بتكلم عن نيسان صني عادي جدا، اللي هي اساسا عربيه ما دخلتش اوروبا بسبب اختبارات الامان. انت واخد بالك؟ خلونا بس نتحرك الاول عشان ما ناخدش مخالفه. في حين ان العربيات في انجلترا في متناول الجميع، يعني ايا كانت مهنتك او ايا كان انت بتشتغل ايه. الحزام لازم نربط الحزام، عشان الحزام هنا مصيبه، وكل مره بنسى اربط الحزام عشان you can take a person out of Egypt بس you cannot take Egypt out of the person. انا مقتنع بكده جدا صراحه. فكنا بنقول ايه؟ ايا كانت مهنتك هتقدر ان انت تجيب عربيه، يعني سواء ان انت رئيس وزراء او عامل نظافه، مع كامل احترامنا لعمال النظافه، انت العربيه دي من الاساسيات اللي عندك في الحياه. نوع العربيه هيختلف، لكن هتقدر ان انت تجيب عربيه بسهوله من مرتبك. فما اعرفش بصراحه، يعني الموضوع ما حسيتوش كبير هنا، ما اعرفش احنا مكبرينه في مصر ليه. تحس ان كل حاجه في مصر بتاخد اكبر من حجمها، يعني حتى البشر بياخدوا في حياتك مساحه اكبر من حجمهم. خلينا ادي لك مثال، مثلا عربيه سكودا اوكتافيا 2013 سعرها هنا مثلا هيكون في حدود 2000 جنيه استرليني. العربيه دي 2000 جنيه استرليني ده مرتب شهر لاقل واحد شغال هنا في انجلترا، ده مرتب شهر. يعني انت بقيمه راتبك الشهري تقدر تجيب عربيه عمرها 10 سنين او 12 سنه. مش هتضطر تروح تجيب عربيه منتهيه الصلاحيه عشان تعرف تعيش بيها من مرتبك. وقيس على كده بقى كل العربيات المستعمله اللي عمرها مثلا في حدود 10 سنين او 12 سنه، على حسب طبعا عدد الكيلومترات اللي العربيه دي مشيتها تقدر تحدد سعرها. وغالبا اسعار العربيات دي كلها سواء كانت مرسيدس، مثلا لو مرسيدس سي كلاس 2013 هتلاقي سعرها في حدود 3000 جنيه استرليني مثلا. فانت ممكن هنا تركب مرسيدس بمرتب شهر عادي جدا، بس هتكون يعني قديمه شويه. وطبيعي يا جماعه، يعني عربيه ماشيه على الطريق بقالها 12 سنه، ليه ادفع فيها دم قلبي؟ ليه؟ العربيه متبهدله وخلاص، يعني شافت الشقه. عربيتي انا مثلا، عربيتي دي فيات تيبو موديل 2018، انا جايبها ب 4500 جنيه استرليني، يعني تقريبا 270 الف جنيه في مصر. العربيه دي ثمنها في مصر وبدون مبالغه بيتراوح ما بين 700 ل 800 الف جنيه. يعني حتى لو قست بفرق سعر العمله هتلاقي ان سعرها تقريبا 3 اضعاف سعرها في مصر. فبعيدا عن فرق العمله مثلا وسعر الاسترليني قصاد المصري، قيمه العربيه نفسها كقيمه اغلى في مصر ب3 اضعاف عن قيمتها في انجلترا. اكيد التعويم وعدم استقرار الاقتصاد المصري، يعني ده ممكن يكون عليه عامل، كون الاقتصاد بتاعنا مترنح شويه، فده بيخلي اسعار العربيات مش مستقره. لكن الصراحه بقى يعني في عوامل تانية برضو مؤثره على اسعار العربيات عندنا، اهمها الجمارك. يعني احنا مثلا لو جينا نتكلم في جمارك العربيات،
العربيات اللي هي موتورها صغير شويه بتدفع عليها مثلا 50% جمارك، والعربيات اللي شد نفسها يعني شم حيلها شويه كده العكس، شم نفسها وشد حيلها شويه كده، بتلاقي مثلا لو موتورها اكتر من 1600 ممكن تدفع عليها 150% جمارك، فده بيخلي سعر العربيه يتضاعف مره ونص. ده لو لا قدر الله يعني سولت لك نفسك انك تجيب عربيه موتورها كبير شويه. غير كده بقى الحقيقه وكلاء العلامات التجاريه في مصر محتكرين السوق، ودي حاجة عليها علامات استفهام صراحة. يعني كل الوكلاء اللي في مصر يتعدوا على الصوابع، وكل واحد فيهم واخد أكتر من 5-6 علامات تجارية لشركات مختلفة، وهم اللي بيتحكموا في السعر. ما خلاص أصل أنت هتاكل نفسك ليه طالما ما فيش حد ياكلك؟ فإيه اللي يخليه ينزل بسعر تنافسي طالما كده كده ما فيش منافسة؟ السوق بتاعي. فبصراحة إحنا في حاجات كتيرة ممكن الحكومة تعملها عشان نقلل من الاحتكار ده، زي مثلا إن نفتح الاستيراد يا جماعة عادي برضو بالجمارك وكل حاجة، بس ما يبقاش السوق مقفول على مكان واحد بس هو اللي بنجيب منه. يعني عاملين زي فيلم عادل امام لما كان الراجل بيبيع البطيخ بسعر 15 جنيه والناس كلها مضطره تشتري منه. ما لو في بطيخ جاي من بره من حد تاني بينزل السعر شويه والناس تقدر تنافس فيه، فساعتها سعر البطيخ هينزل. تعالى بص. اصل طالما ما فيش منافسه هتفضل اسعار العربيات في مصر عاليه، حتى العربيات المستعمله. يعني المستعمل في مصر ليه ماسك سعر مثلا؟ عشان الجديد الناس ما عادش مقتدره انها تجيبه غير الناس المقتدره انها تجيبه. الجمله دي ميك سنس بالنسبه لي، لكن معظم الناس بتشتري مستعمل، فده مخلي الطلب على المستعمل كبير، فمخلي العربيات المستعمله ماسكه سعر. اصل الموضوع كله عرض وطلب يا راجل. ده حتى العربيات الجديده الناس بتشتريها باوفر برايس، يعني انت عشان تشتري وتستلم بتدفع اوفر برايس، انما لو هتشتري بقى من وكيل حلني بقى هتستلم بعد شهرين. اصل احنا عاملين جمعيه. كنت قلت لكم انا من شويه في اول الفيديو ان في حاجات بتخلي تجربه الشراء في انجلترا تجربه سهله. الحاجات دي من ضمنها ان الاسعار بتاعه العربيات المستعمله دايما متوضحه. يعني انت تقدر تشتري حاجه اسمها كار هيستوري تشيك. الكار هيستوري تشيك ده بيديك تقييم لسعر العربيه دي، ولان كل العربيات هنا عليها تامين فلازم ان العربيه دي انت بتعرف تاريخها كله. بره الشخص اللي انت بتشتري منه اصلا انت بتسمعش منه حاجه، انت بتشوف بس برقم العربيه، برقم اللايسنس بليت بتاع العربيه تقدر تشوف هي ماشيه كام كيلو، تقدر تشوف هي عملت حوادث قبل كده ولا لا، لان التامين بيغطي الحوادث. فلو العربيه دي عملت حادثه هتقدر تعرف من الكار هيستوري تشيك هي عامله حادثه ولا لا. ومعلومات تانية كتير بقى زي العربيه دي مثلا كان ليها كام مالك قبل كده، مستورده ولا محلي، عليها اقساط ولا خالصه. يعني كل دي معلومات تقدر تعرفها بمجرد ضغطه على موبايلك تجيب الكار هيستوري تشيك ده من غير ما تروح تشوف العربيه اصلا. وكمان الكار هيستوري تشيك بيديك تقييم لمتوسط سعر العربيه دي دلوقتي، بحيث وانت بتشتري لو انت ما تفهمش حاجه خالص وما تعرفش اسعار العربيات، المالك ما يقدرش يضحك عليك في سعر العربيه او يقول لك مثلا العربيه دي ثمنها كذا، اللي عاجبه مش يشتري، مش عاجبه اخبط دماغك في الحيط. لا، هو سعر العربيه دي ليها متوسط. كمان على المواقع وانت بتدور على العربيات عشان تشتريها، الموقع نفسه بيقول لك هل العربيه دي المطلوب فيها ده كتير اغلى من متوسط سعر السوق، ولا هل السعر ده مقبول. مؤخرا الحكومه في مصر نزلت قرار ان اي حد عايز يستورد عربيه من بره مسموح له يستورد عربيه واحده بس كل 5 سنين. وده بصراحة أنا شايفه قرار يعني مش في مصلحة المواطن في الأول والأخير، لأنه بيزود الاحتكار بتاع الوكلاء جوه مصر. فيعني حاجة زي العربيات في الزمن اللي احنا فيه ده يعني بقت خلاص حاجة أساسية في حياتنا، عشان احنا شبكة المواصلات عندنا أصلا في مصر يعني مستنزفة. ممكن نختم بخبر إيجابي، وهو إن وزارة الاستثمار أعلنت عن خطة لتوطين صناعة العربيات في مصر، وابتدت مع كذا علامة تجارية بحيث إن يبقى في مصانع إن العربيات تتصنع في مصر، وده هيقلل طبعا تكلفة العربية اللي جاية من بره عشان الجمارك والذي منه. فيعني ما نرجو ان دي تكون خطوه في الاتجاه الصحيح وفي مصلحه المواطن اولا واخيرا، وان شاء الله تكون بادره خير في الايام الحلوه اللي احنا فيها دي. يلا في رعايه الله، يلا سلام عليكم.